السلام عليكم. النهاردة مع بعض كده في فيديو جديد هنعرف مع بعض ازاي نعمل مكونات عصير التمر هندي اللي بنشتريه من العصارة، اللي بينال اقبال كبير جدا من الناس في فصل الصيف. وكمان اول ما بتهل روائح الصيف بتلاقي العربيات بدأت تنتشر في الشوارع وتلف بيه وبتبيعه. فاحنا هنعمله في البيت بطريقة بسيطة وسريعة جدا، مش هتاخد منك دقايق. ويلا بينا نسمي الله ونشوف المكونات الموجودة معنا. ومعانا هنا كيلو من السكر وبودرة التمر. بودرة التمر دي 10 جرام. ال10 جرام دول بمقدار معلقة كبيرة. وكمان ملح الليمون 10 جرام، ولما تيجي تقدريها بتبقى معلقة اكل كبيرة كده هرمية. ومعانا هنا قصنص تمر هندي دول 30 جرام، يعملوا برضو بالمعلقة الكبيرة كده حوالي 3 معالق كبار. ومكونات التمر دي كلها بتجيبيها من عند العطار، بتبقى متوفرة عند اي عطار، تقولي له بس انا عايزة مكونات التمر هندي. ودلوقتي هجيب طبق غويط كده واقلب فيه الكيلو السكر كله. بعد كده هحط هنا ملح الليمون عليه. وبعد كده بنجيب البودرة وننزل بيها على كيلو السكر. تمام كده، ونقلب بقى كل المكونات كده مع بعضها. على فكرة انت ممكن تعملي نص كيلو سكر بس، مش شرط ان انت تعملي كيلو، يعني ممكن تعملي نص الكمية، نص كيلو سكر وتحطي نص المكونات اللي احنا اضفناها له. ودلوقتي نزلنا بالقصنص بتاع التمر هندي، بيخلي بقى التمر هندي ريحته قوية جدا، يعني بمجرد ما صبيته كده الريحة بتاعته فواحة جدا. وكل ما تقلبيه كويس جدا كده مع السكر بص تلاقيه بيوحد لك بقى اللون بتاع التمر كله، هيخليه كله لون موحد زي ما انت شايفة قدامك كده. كده التمر بتاعنا اصبح جاهز على الاستخدام. هنعبيه بقى في البطرمانات. كيلو السكر عمل معانا بطرمانين 2، البطرمان من دول نص كيلو. دلوقتي هنجهز كوباية كده مع بعض. ودلوقتي هنجيب كوباية مية ساقعة كده، طبعا مش شرط انها ساقعة، يعني زي ما بتحبي. ونضيف ليها معلقة صغيرة من التمر هندي، يعني المعلقة الواحدة كافية انها تعمل لك كوباية. تمام كده، ونقلب. طبعا انت عايزة السكر بتاعها خفيف مش هتضيفي لها سكر، لان التمر اساسا يعتبر القاعدة الاساسية بتاعته السكر. عايزة تزودي سكر شوية مفيش اي مشكلة، يعني السكر ده على حسب الرغبة. ويا ريت يا حبايبي التمر هندي ما يكونش خلانا نسينا ننزل نحط اللايك. هتاخدي احلى شوية عصير تمر هندي بجد ممتاز جدا، يكفي ان انتي بنفسك اللي عاملاه في البيت. تمام، وكمان ريحته قوية جدا، احسن كتير من اللي انتي بتشتريه كمان. دلوقتي انا هنا هعمل 6 كوبايات كبار كده من عصير التمر، فانا هضيف هنا 6 معالق صغيرين من التمر هندي. وبعد كده هضيف لهم المية. احنا اتفقنا ان كل معلقة صغيرة من التمر ليها كوباية مية. تمام كده، بس انا هنا بالنسبة لي عشان عارفة مقدار ال6 كوبايات فانا ضفت على طول بالازازة مباشرة، يعني لحد هنا كده يعتبر كده ال6 كوبايات بالظبط. فانا اديت هنا المعيار بالنسبة اللي بيعمله الاول مرة وما بيقدرش يحدد اذا كان النسبة والتناسب مع التمر والمية متساويين ولا لا. وبعد كده احنا هنزود السكر شوية، فانا هضيف للشفشق هنا 3 معالق كبار من السكر. طبعا احنا اتفقنا ان السكر دون بيكون على حسب الرغبة. ودلوقتي بقى تقلبي السكر كويس جدا عشان ما يرصبش منك في القاع بتاع الشفشق. تمام، ولو انتي مش بتحبي تدوبي في السكر كده واحدة واحدة وعايزة حاجة اسرع، انا هقولك على طريقة تانية تدوبي فيها السكر بطريقة اسرع من كده. هتاخدي كوباية تمر وتحطي عليها المقدار بتاع السكر كله بتاع الشفشق وتحطيهم في الخلاط مع بعض وتضربيهم في الخلاط لحد السكر ما يدوب تماما. وبعد كده ترجعي تقلبيهم تاني على الشفشق التمر
هتلاقي معاكي الدنيا تمام وكل حاجة خلصت معاكي بسرعة. ودلوقتي هقولك على مقدار نص كيلو سكر عشان لو حبيتي تجربيه. هتحطي نص كيلو سكر، يعني مجين ونص من السكر، عليهم نص معلقة كبيرة من ملح الليمون، ونص معلقة كبيرة من بودرة التمر هندي، ومعلقة كبيرة ونص من قصانص التمر هندي. ده كده بالنسبة للمعيار. لو عايزة تحطي بالجرام، طبعا النص كيلو هيبقى عليه 15 جرام من القصانص التمر هندي او ريحة التمر هندي، و5 جرام ملح ليمون، و5 جرام من بودرة التمر هندي. تمام كده. يلا قاعدة مستنية ايه؟ قومي جربيها دلوقتي ووضبي لك شفشق كده، حطيه في التلاجة عشان يسقع. واشوفكم على خير الفيديو الجاي، والسلام عليكم.